السلام عليكم حباباتي، نهاركم زين وطيب إن شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة تاعي تاع القناوية على الطريقة تاعي البسيطة. هنايا صراحةً كنت مطيبتها الغدا تاعي، ومن بعد ما حطيت اللحم يطيب تفكرت قلت علاش ما نسجلش الفيديو أحسن. هنايا ديجا كنت قليت المرق تاعي ديجا، وهنايا راهو طاب. ما درت فيه والو بريسك غير بصل وكعبة بصلة متوسطة الحجم وزوز فصوص تاع توم، نصف ملعقة تاع طماطم مصبرة، كعبة صغيرة تاع طماطم كعب، رحيتهم كل مع بعضهم وقليتهم مع الزيت، شوية ملح فلفل أسود وكزبرة. هذا هي الوصفة تاعي أنا. هنايا اللحم تاعي راهو طاب، زبدة. عندي هنايا القناوية تاعي بعد ما كنت قشرتها، يعني نحيتلها هادوك الزوائد تاعها والشوك، غسلتها مليح ونشفتها، حطيتها هنايا تتقلى، نحطلها شوية كيما نقولو شوية تاع زيت، وقليتها شوية وزدت حطيت معاها البيضنجان، أنا صراحة نحبها بالبيضنجان، خليتهم يتقلاو مليح حتى يبدا يتحمر هذاك البيضنجان. انا يعني مالفه ندير كل حاجه وحدها، وتالمو ما كانش عندي الوقت ولا جاتني الفكره، قلت علاش ما نحطهمش مع بعضهم نورمال ليسونسيال انهم يتقلاو. انا هذه هي الطريقه تاعي، كل واحد والطريقه تاعو. هنايا نبقاو نقلبوا في القناويه هذيك، نحركوا فيها هي والبيضنجان حتى يبدا يتغير اللون تاعو. على نار كيما نقولوا متوسطة، ما هي ناقصة ما هي قاوية، حتى نشوفوا الباذنجان تاعنا بدا يتحمر. هنايا نزيد عليها اذا عندك كيما نقولوا كعبة صغيرة تاع طماطم نحطها. هو مادابيك أنا هنا كان خلاص لي الثوم، بصح تقدري تربي هكا 2 سنينات ولا سنة ثوم كبيرة وتحطيهم يتقلاو كل مع بعضهم، صدقيني راح تعطيك واحد الطعم رائع. هنايا تحطي الطماطم وتحركيها تخليها تتقلى كلش مع بعضها. كيما قلت لكم هذه طريقتي انا، كل واحد والطريقه تاعو، ليسونسيال في النتيجه راح تجي بنينه. والله انا صراحه كي نطيبها كل يقولوا لي كيفاش درتي الطريقه هذه تاعك. كاينه ناس تعرفها وكاينه ناس ما تعرفهاش، يعني انا ما عنديش متتبعات غير من الجزائر، عندي من باقي الدول، يعني قلت علاش لا خلي يشوفوا الطريقه تاعنا في الطبخ. المهم عزيزاتي هنايا هما يتقلاو مع بعضهم، هنا نبدا نحط لاصوص تاعي باش القناويه او الباميه. طيب نحط اللحم ساعه نحيه ومن بعد نفرغ عليه كامل لاصوص تاعي هكا. هنايا اني فرغت لاصوص تاعي، نحط عليها رشه تاع المعدنوس وقرن تاع فلفل. قعد لي غير القرن هذا كبير، ايا حطيته قلت خير ما نقسمو ويولي يسيب لي الحراره في المرق تاعي. المهم نقفل عليها ونخليها طيب القناويه تاعي سله سله كيما يقولوا. هنايا هاي طابت القناويه تاعي، خليها حتى يعني دير هداك الصوص الخيط تتعسل كيما يقولوا، ونحطها في الطبق تاعي. وها هي كي القناويه تاعي تسمى طابت، راني حطيتها في صحن تاعي، والله ما شاء الله جات بنينه معسله والكعبه تاعها مقفوله، يعني ما خرجش منها هذاك السائل تاعها اللزج. كاين ناس ما يحبوش كيما هكاك، وان شاء الله حبيباتي نكون شهيتكم في الجنه ان شاء الله. انا شاركت معكم هذه الوصفه الخفيفه، ان شاء الله تكون عجبتكم. وما تنسونيش حبيباتي بالجيم واللايك والاشتراك اذا كان عجبكم المحتوى تاع القناه. ان شاء الله اليوم الوصفه هذه تكون عجبتكم صديقاتي. ان شاء الله يا ربي تلاقوا في ساعه الخير، وان شاء الله الى الملتقى في فيديو قادم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.